تخيل ان في يوم عيد ميلادك حد يديك هديه غريبه جدا، مجرد لعبه، مفيش شرح، مفيش قوانين، هو بس بيقولك ابدا وهتفهم كل حاجه بعدين. في الاول هتفتكر انها تجربه بسيطه للتسليه، لكن مع كل دقيقه هتبدا هتشك في كل حاجه حواليك، كل كلمه بتتقالك، كل شخص بتقابله، وكل صدفه بتحصل قدامك هتحس انها متخطط ليها، لحد ما توصل للحظه اللي انت هتسال نفسك فيها هو انا لسه بلعب ولا اللعبه ديت هي اللي بقت بتلعب بيا؟ وده يعني مش مجرد سؤال، ده اساس الفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده، فيلم ذا جيم. والفيلم دوت بالرغم ان هو فيه بلوت تويست، بس في ناس مش فاهمه ايه المغزى بتاع الفيلم، فانا يعني اوعدك ان في اخر الفيلم هفهمك ايه المغزى بتاع الفيلم ده بالظبط. فيلمنا بيبدا بفيديو قديم شغال كانه بقى ذكريات لطفل صغير بيحتفل بعيد ميلاده والناس كلها حواليه وهما بيكونوا في حفله، وبعدين على طول بننتقل بقى للوقت الحاضر، بنشوف ان الطفل دوت هو كبير وراجل اعمال باين عليه ان هو غني، بيصحى الصبح بيلبس وبيتشيك وبيلبس ساعته، ونشوف كمان ان هو ساكن في قصر كبير وبينزل يركب عربيته البي ام ويروح على شركته. واول ما يدخل السكرتيره تبدا تقول له جدول مواعيد النهارده، وتقول له ان عندك النهارده حفله تبرع، فبيقول لا اجليها. وبعدين موظفه ثانيه بتخش عليه وتقول له جالك اتصال من طليقتك وكانت عايزه تكلمك، فبيقول لها مش مهم اجلي ده بعدين. فبتقول له بالمناسبه كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك، فيقول لها شكرا. بعدها السكرتيره بتقول له على فكره في حد اتصل بيك وطلب ان هو يقابلك على الغداء وقال اسمه غريب كده، بس هو اول ما بيسمع الاسم بيقول لها تمام احجزي لي ترابيزه في المطعم اللي انا بحبه. فعلا بيروح المطعم ويقعد مستني الشخص ده لحد ما هو بيوصل، وبيطلع اخوه وبيقعد يقول له كل سنه وانت طيب، فبيقول له انا عرفت ان هو انت مفيش غيرك هيختار الاسم المستعار ده، وعشان كده انا جيت عشان اقابلك. بقعدوا يتكلموا شويه، فبطلنا اللي هو نيكولاس بيقول له اخبار المصحه اللي انت كنت فيها ايه؟ خرجت منها خلاص وبقيت كويس؟ فاخوه بيقول له اه انا بقيت كويس والدنيا بقت تمام. وانت اصلا هتلاحظ ان اخوه دوت شخص مختلف عنه تماما، شخص بيحب الخروج، السفر، الفسح والدلع، عكس بطلنا اللي طول الوقت عايش للشغل وبس. في وسط الكلام بقى اخوه بيطلع له ظرف بيقول له كروسان طيب دي هديتك، فبيفتحها كده ويبص له ويقول له ايه ده؟ فقول له بصراحه احترت اجيب لك ايه، لان واحد زيك عنده كل حاجه في الدنيا، فانا هجيب له ايه؟ فما لقيتش احسن من الهديه دي. فهو بيفتح الظرف ويلاقي كارت مكتوب عليه تليفون وتحت الرقم مكتوب خدمه ترفيه للمستهلك، فبيبص له كده ويقول له هو ايه ده؟ فاقول له كلمهم بس صدقني كلمهم. فبقول له حاضر اكلمهم. فاخوه بيقول له لا انا بتكلم بجد، انت لازم تكلمهم. فهو تاني بيقول له يعني ايه انت جايب لي رقم ناس اتصل بيهم عشان يبعتوا لي بنات يسلوني؟ فبقول له لا الموضوع مش كده خالص، كلمهم بس وانت هتفهم كل حاجه بنفسك. فاقول له خلاص تمام هكلمه. بعدها بيسيبه ويمشي وبيرجع على بيته وبيعمل بقى لنفسه عيد ميلاد صغير كده، وبيجيب اكل يقعد ياكل لوحده، بس تليفونه بيرن، فلما بيرد بيلاقي انها طليقته، فقلت له كل سنه طيب بجد انا اقصد الجمله دي واتمنى ليك سنه سعيده. فبيقول لها شكرا. فبتقول له طب انت عملت ايه النهارده؟ كان يومك عامل ازاي؟ فقال بصراحه ما عملتش حاجه غير اني قابلت اخويا وكان يومي كئيب زي بقيه باقي ايامي. فهي بتقول له انت دلوقتي بقى عندك 48 سنه وعارفه ان السن ده ممكن يكون صعب عليك، خصوصا بعد اللي حصل لابوك وهو في نفس السن ده. فهو لا تمام فاهم قصدك. فبيقول له على العموم كل سنه طيب، بتقفل معاه الخط. ساعتها بقى بيقعد لوحده ويطلع الكارت اللي كان اخوه اداهوله ويفضل يبص له شويه ويسرح ويفتكر هو صغير لما شاف ابوه وهو بيرمي نفسه من فوق البيت قدام عينه. تاني يوم بقى بيروح يقابل الناس في شركه شغل، واول ما بيخلص الاجتماع بيلفت نظره يافطه كبيره عند مدخل المبنى مكتوب عليها اسم الشركه اللي اخوه كان مديله الكارت بتاعها، خدمه ترفيه المستهلك، وكاتبين كمان ان هم لسه فاتحين فرع جديد في الدور ال 14. فهو بيستغرب ويطلع يشوف المكان، واول ما بيدخل بيقابل واحد من الموظفين ويديله الكارت ويقول له اخويا اداني الهديه دي. فيقول له تمام وبياخد البطاقه بتاعته وبيدخل بياناتها على الكمبيوتر، وبعدين بيبص له كده بصه غريبه بيقول له اخوك كان عامل التجربه دي قبل كده بس في فرعنا اللي في لندن ونتيجته كانت ممتازه جدا. فبطلع بيقول له تمام المفروض بقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول له الاول هتملى الاستماره دي. فبيمسكها ويبص فيها بيلاقي اسئله غريبه جدا زي هل سبقت وقتلت حيوان؟ وهل بتحس بالذنب او بالعار في مواقف معينه مش كويسه؟ فهو بطلنا بيستغرب كده بيقول له هو ايه الاسئله ديت انا مش فاهم. فالراجل بيرد عليه بيقول له انا شغلي مش ان انا اشرح الاسئله، انا بس بقيم اجاباتك. فهو بيقول له طيب ممكن افهم انتوا اصلا بتبيعوا ايه هنا؟ فهو الراجل بيرد عليه بيقول له احنا بنبيع الحاجه اللي ناقصه في حياتك، احنا بنديك تجربه اعتبرها كانك اخدت اجازه من حياتك بس من غير ما تسيب حياتك، يعني هتعيش يومك عادي لكن في نفس الوقت هتكون عايش تجربه مختلفه جدا. فهو طبعا بيقول له لا انا برضو مش فاهم ايه اللي هيحصل يعني. فالراجل بيرد عليه بيقول له لا دي حاجه بقى بتختلف من شخص للتاني، كل واحد بياخد التجربه اللي تناسبه او اللي هو محتاجها. فهو برضو بيفضل مش فاهم بيقول له طب انا مطلوب ايه مني دلوقتي؟ فبقول له كل مطلوب منك انك هتملي الاستماره دي وبعدها هيبقى في كشف طبي بسيط. فبقول له كشف طبي؟ فبرد عليه بيقول له اه كشف روتيني، هنبص عليك ونطمن على كل حاجه واعضاء جسمك والحاجات دي بس كده. فهو بيقول له تمام ويبدا فعلا يملى الاستماره. بس اول ما يبدا يملى الاستماره بيكتشف ان الاسئله كتير جدا، بيفضل يجاوب والساعات بتعدي لحد ما بيخلصها كلها. وبعدين بيدخلوه عند دكتور بيقعد يوريه بقى الصور ويساله ايه اول احساس بيجيلك لما تشوف الصور دي، وهو يفضل يجاوب على كل سؤال. وبعدين بينقلوا له اختبار تاني ويوصلوه باجهزه ويعملوا رسم للمخ، وبعدها يعملوا اختبارات تانيه.
كشف طبي كامل، وهو بيفضل يتنقل من اختبار لاختبار لحد ما بيخلص كل الفحوصات دي. ولما بيخلص بقى وبيخرج بيقابل الموظف بيقول له احنا خلاص هنتواصل معاك قريب ونبلغك امتى هتبدا التجربه، ولو عجبتك هنبعت الفاتوره لاخوك لان هو اللي اشترى لك الهديه دي. فهو بطلنا بيقول له طب لو ما عجبتنيش، فبيرد عليه بيقول له لا 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 برضه هتدفع. فبيقول له ازاي يعني؟ فهو بيقول له لان لحد النهارده ما جالناش عميل واحد خرج من التجربه دي وقال انها ما عجبتوش. فبيقول له تمام انا هجربها بنفسي واشوف. بعدها بقى بيروح النادي اللي هو متعود بيروح يسهر فيه، ويلاقي ناس كتير حواليه بتتكلم عن الشركه دي. واحد بيقول الشركه اللي كانت عامله ضجه في لندن فتحت فرع هنا في سان فرانسيسكو. واحد تاني بيقول انا نفسي اجربها، كل الناس بتتكلم عنها، كل اللي حواليه بيتكلموا عن التجربه دي وقد ايه مختلفه وكلهم عايزين يعرفوا هي عباره عن ايه. فهو بيقرر يروح يقعد مع الناس دي بنفسه ويسالهم عن اللعبه دي. فلما بيقعد معاهم بيقول لهم على فكره سمعت انكم اشتركتوا في شركه CRS وجربتوا اللعبه بتاعتهم. فهم بيقولوا اه طبعا. واحد منهم بيقول له يا ريت ننسى التجربه دي كلها ويا ريت حاجه تمسح لي ذاكرتي وارجع اعيش فيها من الاول. فهو بيقول لهم طيب انا عايز افهم اللعبه دي كانت عباره عن ايه. فبيبص لبعض كده، واحد منهم بيقوم ويسيب المكان ويمشي من غير ما يرد، والتاني بقى بيبص له ويقول له عايز تعرف اللعبه دي كانت ايه؟ انا قبلها كنت اعمى وبسببها بقيت اشوف الدنيا كويس جدا، هي دي اللعبه، سلام. وبيسيبه وبيمشي هو كمان. تاني يوم وهو قاعد في اجتماع في شركته وتليفونه بيرن، فبيرد بيلاقي واحد بيقول له احنا من شركه CRS بنتصل بيك عشان نبلغك ان احنا راجعنا كل الاستمارات والاختبارات بتاعتك وللاسف انت مش مؤهل للتجربه دي وتم رفض طلبك. فاقول له ازاي يعني انا مش مؤهل؟ لكن الموظف بيقفل الخط من غير ما يقول اي حاجه تانية. ولما بيخلص شغله ويرجع البيت وهو متضايق بيلاقي قدام الباب جثه مرميه، فبيجري عليها كده واول ما بيقرب بيكتشف انها مش جثه اصلا، مجرد دميه كبيره شبه عراس الاراجوز. فبياخد العروسه ويدخلها جوه البيت، واول ما بيبدا يبص فيها بيلاقي فيها حبل، بيسحب الحبل ده بيطلع منه مفتاح ومكتوب عليه اسم الشركه اللي هي CRS. فبيحط العروسه في الصاله ويقعد يتفرج على الاخبار في التلفزيون، في نفس الوقت بيفضل يقلب في المفتاح وبيحاول يفهم هو ده بيفتح ايه، وبيحاول بقى يفتح العروسه يمكن يلاقي جواها حاجه تانية. بس فجاه المذيع اللي في التلفزيون بيبص له هو بيقول له ايه يا استاذ نيكولاس هتقضي اليوم كله عمال بتستكشف في العروسه؟ فهو بيتخض كده وبيقف مكانه، والمذيع بيكمل ويقول له مبروك لعبتك بدات، والمفتاح اللي معاك ده اول مفتاح وهتقابلك مفاتيح كتير بعد كده، ومهمتك انك تعرف كل مفتاح منهم بيفتح ايه وهتستخدمه فين، وكل ما تمشي خطوه هتلاقي مفتاح جديد. فنيكولاس بيقول له انت اصلا شايفني ازاي؟ فبيرد عليه بيقول له لان في كاميرا عندك في البيت. بيقول له مستحيل، دخلت الكاميرا ازاي؟ فبيقول له دي كاميرا صغيره جدا مستحيل تلاحظها. ويفضل يدور لحد ما يكتشف ان الكاميرا مستخبيه جوه العروسه نفسها. فالراجل ده بيقول له عموما بلاش تفضل تسال اللعبه دي بتتلعب ازاي وهتخلص ازاي، عيش التجربه وبس. بعدها التلفزيون بيرجع طبيعي والمذيع ما بيتكلمش تاني. تاني يوم بيروح المطار عشان مسافر لولايه تانية، واول ما بيدخل المطار بيبدا يبص لكل الناس اللي حواليه. من بعد اللي حصل امبارح ما عادش مرتاح لاي حد، وبيخش يقعد في صاله الانتظار بس بيلاقي الراجل جنبه قام بسرعه ووقع منه ميداليه مفاتيح. فبيبص عليها وبيلاقيها نفس شكل عروسه الاراجوز اللي كانت عنده في البيت. فبيستغرب ويقوم عشان ياخد الميداليه دي، لكن في واحده بتعدي بسرعه وبتاخدها كده بتبص له اللي هو انت بتعمل ايه؟ فهو بيقعد تاني طبيعي، بس بيلاقي ان في راجل قدامه عمال يبص له جامد قوي كده. فهو طنب كده بيقول له هو في حاجه عايز مني حاجه؟ فالراجل بيشاور له على القميص بتاعه، فبيبص ويلاقي ان القلم اللي في جيبه سرب حبر والقميص كله بقى مليان بقع. فبيقول له شكرا انك نبهتني. وما بيطلع القلم من جيبه بيلاقي عليه اسم شركه CRS. فبيجري على الحمام بسرعه ويحاول ينظف القميص. بعدها بيركب الطياره ويسافر للفرع التاني من شركته. واول ما بيوصل بيدخل على مدير الفرع بيقول له انا جاي النهارده عشان ابلغك ان الشركه خسرانه ولازم انت تقدم استقالتك. فالراجل بيقول له بعد السنين دي كلها ده انا كنت صاحب ابوك. فبيقول له بقى سواء كنت صاحب ابويا خال ابويا انت خلاص ما بقاش ليك مكان هنا، وانا جايب في الشنطه دي اوراق الاستقاله هتوقع عليها دلوقتي. ولما بيجي يفتح الشنطه ما بتفتحش، ويفضل يحاول مره واتنين لكن الشنطه رافضه انها تتفتح، ويبدا يحس بالاحراج قدام المدير. فساعتها بيفتكر المفتاح اللي لقاه مع العروس وبيجرب يفتح بيه الشنطه لكن برضه ما بيفتحش. فبيبص المدير يقول له واضح النهارده يوم حظك، المحامين بتوعي يتواصلوا معاك بعدين. بياخد الشنطه وبيمشي. بعدها بيروح يقعد في مطعم مستنى اخوه يجي لكنه بيتاخر. ولما يقوم عشان يمشي في بنت ويتر بتبقى معديه وهي شايله الطلبات وبتخبط فيه وتوقع عليه المشروب، فهدومه كلها بتبقى عباره عن بقع. فبتقول له انا اسفه بجد معلش انا بمر بس باسبوع صعب شويه. فقال لها خلاص باخدي بالك بعد كده. فهي بترد عليه بقى بعصبيه بتقول له ما حصلش حاجه كبيره يعني، وتلف عشان تمشي وهي بتشتمه في سرها. لكن المدير بتاع المكان بيلاحظ ده وبيجي عليها بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده من اهم الزبائن اللي عندنا، ما ينفعش تكلمي بالطريقه دي. فبترد عليه تقول له بقى زبون مش زبون هنعمل له ايه يعني؟ فالمدير بيقول لها خلاص اتفضلي انت مطروده لم حاجتك وامشي. فهي بتمشي ولا كأن حاجه حصلت. بس في نفس اللحظه ديت ويتر تاني بيعدي بسرعه وبيحط له الشيك على الترابيزه ويقول له اتفضل يا فندم الشيك، وبيسيبه يمشي على طول. فهو بيستغرب انا ما طلبتش الحساب اصلا. ولما يفتح الشيك بيلاقي جواه كارت غريب، فبيقوم يجري بسرعه ورا الويتر ده عشان يلحقه. بس ساعتها هو بيشوف البنت اللي كانت لسه مطروده، فبنت عليها بيقول لها يا انسه لو سمحتي. فبتبص له وتقول له ايه جاي تكمل عليا انت كمان؟ فقال لا بس اعتقد ان معاك حاجه المفروض تديهاني.
بتقول له نعم حاجه ايه؟ بس ساعتها الراجل بيبقى ماشي في الشارع فجاه بيقع على الارض، فبطلنا بيبص له بيقول له ايوه ايوه اللعبه بدات بقى صح؟ بتقول له لعبه ايه؟ الراجل واقع قدامك وبيموت وانت واقف تقول بدات اللعبه، اتصل بالاسعاف والشرطه بسرعه. فهو بيقول له والله مش هعمل حاجه دي كلها لعبه. فتقول له لعبه ايه؟ الراجل واقع قدامنا، ده الراجل اللي عامل حمايه على نفسه في الشارع. لكن في نفس اللحظه ديت الشرطه والاسعاف بيوصلوا وفعلا بياخدوا الراجل. وبعدها المسعف بيقول لي بطلنا لو سمحت محتاج تمضي على الاستماره دي. فهو بيقول له انا اصلا ما اعرفش الراجل ده، انا كل اللي انا عملته ان انا وقفت عربيه شرطه كانت معديه في الطريق. فبقول له يا فندم لازم حضرتك تيجي معانا انت والانسه ديت عشان تمضي على الاستماره. فيقول له انا ما اعرفوش اصلا، بس هم بيتغاضوا عليه وفعلا بيركبوا العربيه وبيروحوا معاهم المستشفى. في الطريق بيقول البنت معلش يمكن الكلام اللي هقوله غريب بس في واحد اداني الورقه دي وعشان كده كنت بجري وراكي. وبيقرا الورقه وبيبقى مكتوب فيها ما تسيبش البنت دي تهرب. فهي بتقول له بصراحه انا مش فاهمه حاجه. ولما بيوصلوا المستشفى فجاه النور بيقطع فيها والمكان كله بيبقى فاضي وما بيبقاش فيه ولا شخص. فهي بتقول ايه ده؟ هو اللي بيحصل؟ فبقول لها هي دي اللعبه، دي اللعبه اللي انا كنت بكلمك عنها. فبتقول له لعبه ايه؟ انا مش فاهمه، ده الراجل كان لسه واقع مننا وبيموت قدامنا. فبقول لها بصي في شركه اسمها CRS بيعملوا لعبه من النوع ده. فبتقول له فكك بقى من الهبل ده، انا خلاص انا ماشيه انا زهقت، يومي كده كان حلو قوي. فهو بيقول لها استني رايحه فين؟ فهو بيجري وراها عشان يدوروا على اي مكان يخرجوا منه. فجأة بيلاقوا اسانسير فتح لوحده قدامهم، فبيدخلوا بسرعه. اول ما بيدخلوا الاسانسير ما بيرضاش يقفل. ساعتها نيكروس بيفتكر المفتاح اللي كان معاه اللي قافل العروس، بيطلعه ويحطه في المكان بتاعه وفعلا المفتاح بيلف والاسانسير بيقفل. فبيقول لها شفتي انا مش بكدب عليك، الشركه دي هي اللي بعتت لي المفتاح ده. لكن فجاه الاسانسير بيعطل بيهم ويفضل واقف وما بيلاقوش قدامهم غير ان هم يطلعوا من فتحه سقف الاسانسير. فعلا بيطلعوا فوق وبيدخلوا الدور اللي الاسانسير كان واقف عنده. بس اول ما بيبص حواليه بيلاقي مكتوب على المكان CRS. فبيقول لها شوفي بقى دي الشركه اللي من الصبح بحكي لك عنها، احنا دلوقتي جوه المبنى بتاعهم. فهي بتقول له طب كل ده ازاي؟ واحنا وصلنا هنا اصلا ازاي؟ وفجاه هما ماشيين بيخبطوا بالغلط في جهاز الانذار بتاع الشركه ويفضل الجرس يرن. فهي بتقول له بسرعه لازم نهرب. وبيجروا فعلا وامن شركه CRS ده بيبدا يجري وراهم لحد ما عربات الامن تنزل وراهم في الشارع وتفضل تطاردهم زي عربات الشرطه. ولما بيدخلوا شوارع جانبيه بيلاقوا ان امن الشركه ده نزل وراهم كلاب بوليسيه والكلاب تفضل تجري وراهم وهم بيفضلوا يهربوا منها لحد ما بيلاقوا سلم جانبي في عماره فبيبداوا يطلعوا عليه بسرعه ويفضلوا مستخبين فوق لحد ما الكلاب تهدى وتمشي. ساعتها هي بتقول لي بطلنا انا هنط من هنا. فهو بيقول لها انت اتجننتي هتنط من الدور الاول؟ فهي بتقول له لا احنا هننط على صندوق الزباله مش هنحس بحاجه. فهو لسه بيقول لها دي فكره غبيه جدا لكن اصلا هي ما بتستناش عليه وبتنط. فهو لما بيلاقيها قامت كويسه فهو بينط وراها فعلا. بعدها بقى بيقول لها تعالى نروح الشقه بتاعتي اللي في المدينه. فعلا بياخدها هناك وبيديها هدوم عشان تغير. بيقول لها انا اسف على الليله الصعبه دي بجد انا اسف واوعدك ان هكلم صاحب المطعم وارجع لك شغلك تاني. قلت له بصراحه انا لازم اعتذر لك لان في واحد اداني $400 عشان اكب عليك المشروب اصلا. فبيستغرب ولا بجد؟ قلت له اه. قال لي هديك $300 وتاخد المشروب وتكبيه على الراجل اللي قاعد هناك ده. فانا بحسبه بهزر قلت له لا انا عايز 400. وفعلا وافق واداني $400 وانا عملت اللي هو طلبه. فهو بيبص ليهم مستغرب وبدا يحس ان كل حاجه بتحصل حواليه كأن متخطط لها من البدايه. تاني يوم الصبح بقى ولا صاحي تليفونه بيرن بيكون واحد من موظفين شركته بيقول له وانت جاي اجتماع النهارده لان صوتك شكله تعبان. فبيقول له اه انا نازل بس نسيت الشنطه اللي كان فيها الاوراق المهمه في مكان معين ممكن تبعت حد يدور عليها ويجيبها لي. فبقول له خلاص تمام مفيش مشكله بس على فكره الفندق اتصل علينا وقال انك نسيت بطاقه الائتمان بتاعتك هناك. فبقول له فندق ايه؟ فبقول له ان انت كنت قاعد فيه. ففضلنا بيستغرب كده بقول له تمام انا هروح الفندق ده بنفسي عشان اجيب البطاقه. وقبل ما يقفل معاه بقول له على فكره كمان في بنت شابه اتصلت وقالت انها مستناك في اوضه الفندق بس ما قالتش اسمها. ففضلنا بيستغرب من كل اللي هو بيسمعه دوت وبيقفل الخط وبياخد عربيته ويروح الفندق. واول ما يدخل يخبط بالغلط في واحد وبيقول له انا اسف. وبعدين بيروح على الريسبشن فموظف الريسبشن اول ما يشوفه يقول له استاذ نيكولاس عامل ايه؟ فهو بيستغرب يقول له هو انت تعرفني؟ بيقول له ايوه طبعا احنا شفناك امبارح. فهو بيقول له طب يلا بسرعه اديني مفتاح الاوضه. فبتاع الريسبشن بيبص له كده بيقول له مفتاح اوضه ايه؟ ما هو انت خدته مني امبارح. فهو بيحط ايده في جيبه وبيتفاجئ ان مفتاح الاوضه فعلا موجود معاه. فهو بيقول في سره كده اللعبه بدات من اول يوم كده. وبيطلع اوضه الفندق ديت ويفتح الباب واول ما بيدخل بيتصدم الاوضه كلها مقلوبه اكنها زريبه هدوم حريمي مرميه في مكان ومخدرات ومحاشيش فوضى كامله في المكان كله. ولما بيخش الاوضه اكتر بيلاقي كمان صور للبنت اللي كانت معاه امبارح صور مش كويسه ومحطوطه قدامه. وكمان بيلاقي جوه الاوضه دي الشنطه اللي كانت ضاعت منه موجوده جوه. فبيستغرب جدا ويبدا بسرعه يحاول ينظف المكان قبل ما حد يدخل ويشوف المنظر ده ويلم الصور دي ويجري يرميها في الحمام ويشد السيفون. لكن بيتفاجئ ان السيفون بايظ والميه بتبدا تطلع لفوق وتغرق الاوضه كلها. فبينزل يهرب بسرعه من الفندق ويركب عربيته يحاول ان هو يمشي بس هو سايق بياخد باله ان في عربيه ماشيه وراه من ساعه ما خرج. فيفضل يبص في المرايه ويتاكد وكل ما يلف في شارع يلاقي العربيه لسه وراه لحد مره واحده بيوقف عربيته فالعربيه الثانيه بتقف هي كمان. فهو بيطلع بيجري عليه ويقول له هو انت مين وعايز مني ايه؟ فالراجل التاني بيقول له انا ماشي في طريق عادي انا اصلا ما اعرفكش. بس نيكروس بياخد باله ان جوه العربيه بتاعته في صور وملفات تخصه هو.
فبيقول له اه تمام. فبياخد المسدس اللي كان في عربيه الراجل ده وبيوجهه عليه، بيقول له هتتكلم ولا المسدس ده كمان لعبه من اللعبه اللي انتوا بتلعبوها معايا؟ بس اول ما بيمسكوا يعرف ان هو مسدس حقيقي، والراجل بيخاف يقول له والله ما اعرف حاجه ومش عايز اذيك، انا مجرد محقق خاص وفي ناس استاجروني عشان اراقبك. وبيسيبه وبيطلع يجري. على طول بقى بطلنا بيتصل بالمحامي بتاعه بيقول له قابلني بسرعه، قابلني في بيت المدير اللي احنا كنا رايحين عشان نفصله من الشغل. وفعلا بيروح يقابله هناك، واول ما بيشوفه بطلنا بيقول له انا خلاص فهمت كل حاجه دلوقتي، انت عامل الفيلم ده كله عشان تجنني صح؟ وعشان تخليني بقى ابقى راجل مجنون، واستاجرت اخويا كمان عشان يجي يقول لي على موضوع اللعبه دي، صح ولا لا؟ انت اصلا راجل مش همك الشركه ولا الاسهم ولا اي حاجه من ده، انت عايز تخليني مجنون عشان تاخد كل حاجه لنفسك. بس حابب اعرفك ان المحامي بتاعي موجود اهوت وهيخليك توقع على كل حاجه غصب عنك. فالمدير بيرد عليه بكل هدوء بيقول له ما انا عارف المحامي بتاعك، انا قابلته الصبح فعلا ووقعت على العقود كلها وخلاص سبت الشركه. فساعتها نيكولاس بيتوتر جدا ومش فاهم حاجه، وبيبص للراجل بيقول له انا اسف، انا اسف اللي انا عملته، ما كانش قصدي اعمل لك الاحراج ده، وبيسيبه وبيمشي. وما بيرجع على مكتبه فالمحامي بيقول له انا لازم اقلق عليك صح؟ فيقول له لا لا ما تقلقش انا كويس، بس عايزك تعمل لي حاجه ضروريه في شركه اسمها CRS خدمات الترفيه، اعمل لي سيرش عليها وشوف لي الشركه دي عباره عن ايه، وكمان هديك العقد بتاعهم اللي انا ماضي عليه عشان تشوفه. فطلع فعلا الورقه وبيديها للمحامي، بس المحامي بيبص ويقول له ايه ده انت مديله ورقه فاضيه؟ فنيكولاس بيقول لي يا ولاد الكلب استخدموا الحبر اللي بيختفي بعد فتره. فالمحامي بيبص له بيقول له انا كده بقيت قلقان عليك بجد. فنيكولاس بيقول له لا ما تقلقش انا كويس. في نفس الوقت هو بيفتش في الشنطه بتاعته بيلاقي ظرف من الشركه، وما بيفتح الظرف بيلاقي جواه مفتاح، بس المفتاح بيبقى شكله غريب عامل زي أكرة الباب. فبيطلع تليفونه وبيتصل بالسكرتيره بتاعته بيقول لها في بنت اسمها كريستين انا قابلتها امبارح، عايزك تعملي عليها سيرش وتدوري لي عليها باي طريقه. فهي بتقول له تمام حاضر. بيقفل معاه الخط بيرجع بيته، واول ما يدخل بيحس ان في حاجه غريبه، البيت هادي بشكل مش طبيعي وحاسس ان في حد موجود جوه. فبيطلع المسدس بتاعه وبيفضل يمشي واحده واحده جوه البيت لحد ما بيتصدم بيلاقي ان البيت كله متبهدل وكل الحيطان مرسوم عليها ومكتوب عليها كلام، ومن ضمن الكلام المكتوب اهلا بعودتك ايها الفتى المدلل، وكلمات ورسومات من دي ماليه البيت كله. ويفضل يمشي لحد ما يلاقي نفس العروسه اللي كانت جات له قبل كده، وبيلاقي فيها ظرف بيفتحه بيلاقي رساله مكتوب فيها مصير الابن هيكون زي مصير ابوه اللي اختار النوم الابدي. وجوه الظرف كمان صوره لابوه وهو ميت ورامي نفسه من فوق المبنى. فبيتخض وبيجري بسرعه عشان يتصل بالشرطه، ولما بيرد عليه بيقول لهم في حد اقتحم بيتي، ابعتوا حد بسرعه في اقتحام حصل للبيت بتاعي. بس هو بيتكلم مع الشرطه مره واحده اخوه بيظهر قدامه بشكل بيكون غريب وخايف ومتوتر، وبيمسكه من دراعه بيقول له احنا لازم نهرب لازم نهرب بسرعه. فبيركبوا العربيه وطول الطريق اخوه بيقول له انا خايف انا مرعوب منهم، هم مش مجرد شركه زي ما انا كنت فاكر، والله انا خلصت اللعبه معاهم من زمان ودفعت الفاتوره، ده انا حتى دفعت لهم بالزياده عشان يسيبوني، لكن هم مش راضيين يسيبوني، انا كل شويه ورطوني في مصيبه جديده، انا بقيت مرعوب منهم. فنيكولاس بيقول له طيب هم بيعملوا فيك كل ده ليه؟ مش انت قلت انك خلاص خلصت اللعبه معاهم؟ بيقول له اه والله خلصت كل حاجه ودفعت فلوس بالزياده كمان عشان يسيبوني في حالي، لكن هم مش راضيين يسيبوني، انا بقيت خايف من كل حاجه. بس فجاه الكاوتش بتاع العربيه بيفرقع وهم ماشيين، فاخوه بيقول له شفت هم اللي عملوا ده انا متاكد. فنيكولاس بيقول له يا عم اهدى ده مجرد كاوتش فرقع هننزل ونغيره خلاص. فبطلنا بينزل يجيب العده ويبدا يفك الكاوتش عشان يغيره، وفي نفس الوقت اخوه بيفتح درج العربيه بتفاجئ انه مليان مفاتيح، ميات المفاتيح بتوع الشركه CRS عليها اللوجو بتاعه. فبينزل من العربيه وهو ماسك المفاتيح وبيصرخ في وش اخوه بيقول له انت معاهم صح؟ انت مشترك معاهم انت قول. فبطلنا بيستغرب بيقول له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ فساعتها بيرمي المفتاح في وشه بيقول له امال المفاتيح دي كلها بتاعت ايه؟ انت معاهم؟ انا كنت فاكر انك اخويا وهتقف في ظهري، طلع انت كمان شغال معاهم. فنيكولاس بيرد بيقول له انت مجنون، انت اصلا اللي عرفتنا على الشركه دي، انا ما اعرفش اي حاجه. فهو اخوه بيقول له ما هو تخطيطك من الاول تخطيطك من الاول. بعدين بيلف وبيهرب وهو مرعوب، ونيكولاس بيجري وراه وهو بيصرخ، بس اخوه بيفضل يجري وهو بيقول انت اصلا عمرك ما حبيتني، كنت دايما عايز تلعب دور الاب معايا وشايفني انسان مستهتر، انت عامل اللعبه دي كلها عشان تسيطر عليا عشان تسيطر عليا. وبيسيبه وبيجري بعيد. بطلنا بقى وهو واقف مكانه مش فاهم اي حاجه، فجاه بيسمع تليفون عمومي بيرن، فبيروح بيرفع السماعه، واول ما بيرد بيلاقي ان المكالمه اللي شغاله هي نفس الحوار اللي كان بينه وبين اخوه من شويه، المحادثه بتاعته هو واخوه كانت كلها متسجله وهو بيسمعها دلوقتي في التليفون. فهو بيوقف تاكسي وبيقول للسواق وديني المكان معين. فعلا العربيه بتتحرك، بس بعد شويه نيكولاس بياخد باله ان السواق ماشي في شوارع تانية، فبيقول له يا حبيبي انت فوتت الدخله من هنا، بس هو ما بيردش عليه ويكمل عادي. فبطلنا بيبص على الاي دي بتاع السواق بيلاقي مكتوب ان هو موظف تابع لشركه CRS، فبيصرخ ويقول له وقفني هنا وقفني حالا. لكن السواق بيضحك وبيزود سرعه العربيه بشكل جنوني وبيفضل يجري. فبطلنا بيقول له بص انا راجل غني جدا، اي فلوس الشركه دي بتديها لك انا هدفع لك ضعفها، بس وقف العربيه دي. لكن السواق بيفضل يضحك ويزود السرعه اكتر واكتر، وفجاه بيفتح باب التاكسي بتاعه وبينط من العربيه وبيسيب بطلنا لوحده جوه العربيه مكمله باقصى سرعه لحد ما بتقع في البحر. فبيفضل نيكولاس محبوس جوه ويحاول يفهم ايه اللي بيحصل، ويقعد يقول لنفسه
دي لعبه، اكيد دي لعبه، اكيد في مخرج. فجاه بيفتكر المفتاح الغريب اللي كان لاقيه في الظرف، فبيطلعه ويحطه في باب التاكسي، وفعلا بيفتح باب التاكسي لانه بيبقى شبه الاوكرا. بيخرج بسرعه قبل ما العربيه بتغرق. تاني يوم بقى نيكلوس بيجيب المحامي بتاعه وبيخليه يجيب معاه محققين من الشرطه، ويروحوا كلهم على المقر بتاع شركه CRS دي. واول ما بيطلعوا الدور بيتفاجئوا ان المكان كله مهجور، مفيش شركه ولا مكاتب ولا اثر لاي حد. فبيقف نيكلوس وهو مصدوم، بس واحد من المحققين بيقول له احنا سالنا اداره المبنى وقالوا ان محدش اصلا استاجر الدور ده ولا يعرف اي شركه بالاسم ده. وبالنسبه للتخريب اللي حصل في بيتك، فالالوان اللي استخدموها الوان زيتيه ممنوعه اصلا في امريكا، فما نقدرش نمشي ورا اي سجل ليها، وحتى مفيش بصمات ولا اي حاجه في البيت بتاعك. يعني كل اللي معانا دلوقتي مجرد مسدس والعروسه والحاجات الصغيره اللي ملهاش اي لازمه في البيت بتاعك دي، فللاسف مفيش دليل حقيقي نقدر نمشي وراه او يوصلنا لحاجه. فهو تنر بيقول له بس ده يعتبر اقتحام بيت ومحاوله قتل او الشراء في قتل. فالمحقق بيرد عليه بيقول له بس المشكله يا استاذ نيكولاس، انت بنفسك قلت لنا في الاول ان انت اللي استاجرت الشركه دي عشان تعمل لك لعبه، فاحنا قانونيا ما نقدرش نعمل حاجه، وكمان ما قدرناش نوصل لاي اثر للشركه دي ولا حتى نثبت ان هم كانوا موجودين اصلا. تاني يوم الصبح بقى نيكولاس كان قاعد بيفطر، فبيبص للخادمه بيقول لها هو ابويا كان عامل ازاي؟ فبتستغرب تقول له انت اول مره تسالني على ابوك. فبيقول لها لا يعني محتاج اعرف هو كان عامل ازاي. فترد عليه بتقول له كان انسان هادي جدا لدرجه انك ممكن تقعد معاه في الاوضه ساعات وتنسى اصلا ان هو كان موجود. فولاد انا قصدي كان بيفكر ازاي؟ وبتقول له انت تقصد اللي هو عمله. فبقول لها بالظبط، يعني شخصيته كانت توحي ان هو ممكن يعمل حاجه زي دي. فبتقول له لا بالعكس خالص، اللي حصل كان مفاجاه للكل، محدش كان متوقع ابدا ان هو يعمل حاجه زي دي. فهو بيسالها بيقول لها طب تفتكر انا واخد منه طباع؟ فتقول له انت واخد منه شويه طباع بس مش كتير ما تقلقش. فهو بيقول لها تمام. بس في اللحظه دي تليفونه بيرن، تكون السكرتيره بتاعته بتقول له احنا عرفنا العنوان اللي انت كنت طالب مني ادور عليه اللي هو عنوان البنت. فقال لها تمام ابعتي لي العنوان بسرعه. بيقفل معاها ويروح على طول هناك ويوصل ويخبط على الباب وتفتح له واحده تانية خالص. فقول لها هو كريستين موجوده؟ فبتقول له موجوده بس هي نايمه. بس في اللحظه دي كريستين هي بتنزل من الاوضه وتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فقول لها معلش بس كنت عايز اتكلم معاكي شويه. تقول له طب تمام. فلما بيطلع على الاوضه عندها بتقول له انا هستاذن بس البس هدومي الاول بعدين نيجي نتكلم. فتدخل تلبس، هو يفضل واقف لوحده في الشقه، بيفضل بقى يبص حواليه في الشقه ويفتش في المكان شويه، بس بيلاحظ حاجه غريبه، الحنفيات كلها ناشفه وما فيهاش ولا نقطه ميه. بيفتح التلاجه يلاقيها كلها فاضيه، فبيبص حواليه في الشقه بيحس المكان مهجور او اكن مفيش حد عايش هنا اصلا. فبيدور تاني في البيت، بيفتح الادراج وبيلاقي ان كل حاجه فاضيه، حتى الصور اللي على الحيطان بيكتشف انها مش صور حقيقيه، ده مجرد صور مقصوصه من المجلات ومحطوطه في البرواز. فهي ما بتيجي بقى بيقول لها هي دي صورتك؟ فتقول له ده وانا صغيره. فقال لها طيب ممكن تيجي توريني الصوره دي بنفسك؟ فهي بتقرب له كده وبتقول له بصوت واطي بيراقبونا من الجهاز اللي فوق دوت اللي هو شبه كاشف حريق، فتعالى نخرج ونتكلم بره. فبتعالي صوتها بتقول له ايه رايك نخرج ونتكلم بره؟ بس هو ساعتها بيبص فوق للجهاز ده بيقول له انتوا لو رجاله بجد اخرجوا وروا نفسكم، انا خلاص زهقت من كل ده. فبتقول له ايه الغباء اللي انت عملته ده؟ وفعلا في نفس اللحظه دي بيخرج رجال مسلحين من العربيه كانت واقفه بره ويبداوا يفتحوا النار على البيت كله. فهي ساعتها بتشد بطلنا بيحاولوا يجروا بسرعه وبيجروا لحد ما يوصلوا للعربيه وبيركبوا العربيه وبيهربوا بسرعه، والرجاله يفضلوا يجروا وراهم لحد ما بعد فتره نيكولاس بيقدر يهرب منهم. بعدها بيوقف العربيه بيقول لها يلا انزلي. فهي بتنزل وبتقول له على فكره لو سبتيني ومشيت عمرك ما تعرف الحقيقه، انا الوحيده اللي اقدر اقول لك على اللي بيحصل. فهو بتردد شويه كده وبيفتح لها الباب ويقول لها خلاص اركبي. فبتقول له بص انا فعلا شغاله معاهم بس والله ما اعرف الخطه كلها، انا مجرد بيدوني ادوار امثلها وعملت نفس الموضوع دوت مع اخوك قبل كده. فهو بيقول انا مش فاهم. فترد اخوك حساباته كلها اتصفرت وكل فلوسه اتسرقت وزي ما عملوا معاه عملوا معاك انت كمان ده بالظبط. فقول لها مستحيل طبعا. فبتقول له فاكر الموظف اللي كان بيعمل لك الاختبارات في الشركه اللي كان بيقول لك املى الاستماره دي؟ ده اصلا هاكر محترف، طول الوقت اللي انت كنت قاعد فيه بتملى البيانات هو كان بيخترق حساباتك البنكيه وبيسحب كل معلوماتك. فهو بيتصل بسرعه بالبنك بتاعه اللي في سويسرا وفي المانيا وفي كل الحتت وبيديهم رقم الحسابات بتاعته وبياناته السريه، وبعد شويه بيرد عليه ويقولوا ان فعلا حساباته كلها اتصفرت. فهي بتقول له ما انا قلت لك كل هدفهم ان هم ياخدوا فلوسك كلها، هتبقى انت مالكش اي قيمه بالنسبه لهم، تعيش او تموت مش فارقه لهم، اهم حاجه انك تختفي ومبقاش لك وجود زي ما حصل مع اخوك كده. فبطلنا على طول بيتصل على المحامي بتاعه بيقول له كل حاجه اتصفرت، حساباتي كلها راحت والشركه دي عايزه تقتلني، احنا لازم نتصرف بسرعه وعايزك تراجع الحسابات كلها. بعدها بياخد البنت ويروحوا يستخبوا في بيته، وهما بقى قاعدين بيشربوا الشاي بيسالها هو انتوا عملتوا الحركه دي مع كام واحد قبلي؟ فهي بتقول له بصراحه كتير جدا كتير. فهو لا يعني كل ده عشان الفلوس؟ فهي بتقول له ايوه احنا بنستهدف ناس اغنياء زيك عشان نسرقهم. بس في اللحظه دي تليفونه بيرن وبيلاقي المحامي هو اللي بيتصل بيه وبيقول له يا استاذ نيكولاس انا راجعت كل حساباتك بنفسي وكل حاجه سليمه، فلوسك كلها موجوده ومفيش ولا سنت واحد ناقص. فهو اتخض وبيقول له ازاي؟ انا اتصلت بالبنك بنفسي. فالمحامي بيقول له اكيد في حاجه غلط، ابعت لي عنوانك وانا هاجي حالا. بس ساعتها البنت بتقول له بسرعه اقفل تليفونك، هو تبعهم اقفل تليفونك. فبيقفل على طول تليفونه ويقول لها ازاي؟ ده المحامي بتاعي، هم يقدروا يوصلوا له ازاي اصلا؟ لكن فجاه بيحس بدوخه وبيبدا جسمه بقى يريح كده، فساعتها بيبص لكوبايه الشاي ويفهم ان كان فيها مخدر وبيقع على الارض على طول. وساعتها البنت بتقرب له وتقول له
انت ساعدتنا جدا يا استاذ نيكولاس، انت بنفسك اديتنا كل الارقام السريه لحساباتك. فهو بيبص لها هو مصدوم، فهي بتكمل له بتقول له لان المكالمه اللي انت كنت فاكر انك بتكلم فيها البنك ما كانتش مع البنك اصلا، ده كان احنا اخترقنا تليفونك وانت بنفسك قلت لنا كل البيانات السريه، فشكرا ليك على مجهودك، كده مهمتنا خلصت ولعبتك خلصت. وبتسيبه وبتمشي. ولما بطلنا بقى بيفوق بيلاقي نفسه محبوس جوه التابوت ومدفون تحت الارض، ويفضل يزق ويخبط لحد ما بيفتح الغطا ويخرج ويكتشف ان هو موجود وسط مقابر في مكان مهجور ومش عارف هو فين ولا ازاي وصل هناك اصلا. بس احنا يعني بنشوف من اجواء التصوير اللي اختلفت ان هو في المكسيك، فهو بيفضل يمشي في الشوارع وهدومه متبهدله وشكله بقى شبه المشردين، لحد ما بيقدر ان هو يفهم واحد بالعافيه بيقول له لو سمحت السفاره الامريكيه فين، والراجل بيدله على مكانها فبيروح هناك على طول. ولما بيدخل السفاره بيقابل هناك موظف، الموظف بيقول له بقى انا عايزك تحكي لي كل حاجه من البدايه. ونيكولاس في الاول كان عايز يحكي له بس بينه وبين نفسه اللي هو انا هحكي له اقول له ايه؟ هل حد هيصدقني اصلا في اللي انا هقوله ده؟ فيقول له انا كنت هنا في المكسيك سياحه وطلع عليا ناس سرقوا محفظتي، فانا بس عايز فلوس ارجع بيها امريكا تاني. فالموظف بيبص له كده ويقول له يعني انت عايز تقنعني انهم سرقوا محفظتك وسابوا الساعه الغاليه اللي في ايدك دي؟ فنيكولاس بيبص فعلا لساعه ايده ما بيعرفش يرد. فالموظف بيقول له للاسف يا استاذ من غير اثبات او اوراق احنا مش هنقدر نساعدك بالشكل اللي انت متخيله. فبيخرج من السفاره وهو حاسس ان مفيش اي حد هيصدقه، هو الوحيد اللي يقدر يكتشف كل حاجه بنفسه. ومن ساعتها بقى بيبقى عايش زي المشردين، بياكل من الشارع وبيركب مواصلات اللي هي العامه بتاعت الناس وبينام في اي مكان يلاقيه. الراجل اللي كان من كام يوم بس من اغنى رجال الاعمال بقى دلوقتي معهوش حتى يجيب اكل نضيف. بس بعدها بفتره بيخش زي حانه كده وبيقف يقول يا جماعه بالله عليكم اي حد فيكم رايح سان فرانسيسكو ياخدني معاه، انا معايا 18 دولار وشويه فكه بس انا لازم اوصل هناك باي طريقه. فواحد بيصعب عليه وبياخده معاه في العربيه اللي هي الشاحنه الكبيره بتاعته. ولما بيوصل فعلا سان فرانسيسكو اول حاجه بيروح على بيته فبيلاقي يافطه كبيره متعلقه مكتوب عليها ان البيت معروض للبيع في مزاد. فبيدخل البيت يستحمى ويغير هدومه وبيجيب مسدس كان هو مخبيه في مكان معين في بيته. بعدها بيطلع يروح على الفندق اللي كان اخوه بينزل ويقعد فيه. ولما بيروح هناك بيقول له انا عايز اقابل اخويا. فساعتها مدير الفندق بياخد باله فبياخده على جنب ويقول له اخوك كان هنا من كام يوم بس هو عمل مشاكل كبيره وجات له حاله انهيار عصبي ودلوقتي هو محجوز في المستشفى وده عنوانها لو حابب تروح له. بس ساعتها نيكولاس بيقرر ان هو عايز يروح يقابل طليقته الاول. وفعلا بيروح يقابلها وبيقعد معاها في مطعم ويقول لها انت الشخص الوحيد اللي لسه قادر اثق فيه، انا محتاج بس اخد عربيتك كام يوم. فهي ما بتعترضش بس بتساله وتقول له وانت ورطت نفسك في ايه؟ بس هو بيرد عليها بيقول لها لما يجي الوقت احكي لك كل حاجه، بس قبل اي حاجه انا عايز اقول لك ان اكتشفت ان انا اللي كنت غلطان، انا السبب في الطلاق اللي حصل بيننا، انا اللي كنت مأهمل وما كنتش واخد بالي من الحقيقه كامله حواليا، فلو تقدري سامحيني. ممكن نفهم هنا ان نيكولاس شويه بدا يشوف العالم بشكل اوضح شويه عن النظره السطحيه اللي كان بيبصها للناس من اول الفيلم. بس في وقت هو بيتكلم معاها بيلمح اعلان شغال على التلفزيون، ولما بيدقق بيلاقي ان الراجل اللي كان شغال في شركه CRS اللي كان الموظف اللي كان بيعمل له الاختبارات وبيخليه يملى الاستمارات ظهر في الاعلان، لكن المره دي لابس بالطو وعامل نفسه دكتور وبيعلن عن دواء. فبيقوم واقف فجاه وبيقول ده ممثل. فبيطلع يجري بسرعه وبيقول لطليقته هفهمك كل حاجه بعدين، وبياخد عربيتها وبيروح مطعم صيني. كان الراجل اللي قبل كده الموظف ده قال له ان هو بيحب المطعم ده قوي وده المفضل بالنسبه له، وبيسال عليهم بيقول لهم ان في واحد كان بيجي لكم بيعمل اعلانات للمطعم بتاعكم، هو راجل ممثل اعلانات. فهم بيقولوا ان احنا عندنا ممثلين كتير بييجوا يعملوا لنا اعلانات. فهو بيبص على الجدار اللي في المطعم اللي هو مليان كل الممثلين اللي جم عملوا اعلانات للمطعم ده، بس بيلاقي صورته فبياخد الصوره وبيطلع يجري بسرعه وعلى طول بيتصل بشركه الكاستنج اللي هي بتشغل ممثلين وبيقول لهم ان هو صاحب شركه وعايز الراجل ده بالذات انه يعمل لهم اعلان. فبيدوا له مكانه ويقولوا ان هو موجود دلوقتي في حديقه حيوان. فبيروح هناك وبيلاقي فعلا مع اولاده. اول ما الراجل بيشوف نيكولاس بيتوتر جدا ونيكولاس بيقول له ان احنا محتاجين نتكلم. فالراجل بيقول له مش هينفع دلوقتي انا مع اولادي. بس نيكولاس بيطلع المسدس اللي معاه. فالراجل بيقول له خلاص نتكلم وبيروح يمشي اولاده بعيد وبيرجع له تاني بيقول له والله ما اعرف اي حاجه، انا مجرد ممثل بيدوني دور امثله وده كل اللي انا اعرفه. بس نيكولاس بيقول له بص انا مش عايز ممثلين، انا عايز اقابل الشخص اللي مخطط لكل ده، انا عايز اشوف الراس الكبيره. فالراجل بيقول له انا ما اعرفش هو مين ولا حتى اعرف اقابله ازاي. فنيكولاس بيقول له طب الشركه فين؟ فبيقول له ان المبنى اصلا كله كان بتاعهم وكل شويه كانوا بينقلوا من دور لدور على حسب بقى النصبايا هتتعمل على مين. فنيكولاس بيقول له بص اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتتصل بيهم وتقول لهم ان الشرطه عرفت مكانهم ولازم هو يقابل المسؤول دلوقتي. فالراجل بيقول له مستحيل اعمل حاجه زي دي. فنيكولاس بيقرب من المسدس وبيقول له زمان كنت راجل الغني المدلل، لكن دلوقتي انا بقيت شخص خطير، شخص جاي من الشارع حرفيا، ولو ما عملتش اللي بقولك عليه هيتاذى انت وعيالك اللي هناك دول. فالراجل بيخاف فعلا وبيتصل بالشركه وينفذ كل اللي نيكولاس قاله وبياخده معاه في عربيته وبيروح المبنى الشركه وبيدخلوا جوه الشركه فعلا. ولما نيكولاس بيطلع فوق بيتصدم من اللي بيلاقيه، بيلاقي كل الناس اللي قابلهم من اول ما اللعبه بدات موجودين قدامه، المحقق اللي قال له ان هو محقق خاص والمحققين اللي كانوا جايين عشان يحققوا في الموضوع الشركه دول موجودين، وسواق التاكسي موجود، كل الناس اللي قابلهم من اول اللعبه او اللي اتكلم معاهم كلهم موجودين وكلهم شغالين ممثلين.
بس اكتر حد بيشد انتباهه كانت كريستين قاعده وسطهم، فبيجري عليها بسرعه بيقول لها لقيتك اخيرا. بس هي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ ما ينفعش اصلا تكون هنا. فبيطلع على المسدس اللي كان بيخبيه بيقول لها انا هقتلك، انا جاي عشان اقتلك. بس الامن على طول بيشوف المسدس وبيبداوا يضربوا نار في كل اتجاه عشان يوقفوه، والناس كلها بتبدا تجري وتصرخ والمكان بقى بيبقى فوضى كله. فنيكولاس بيمسك على طول كريستين وبيجرها تطلع معاه فوق السطح المبنى، هو بيقول لها انا هقتلك. فهي بتبص له وتقول له ايه ده؟ انت جبت المسدس الحقيقي ده منين؟ فهو لا ده من البيت عندي، اخيرا بقى معايا حاجه حقيقيه مش من الالعاب اللي انتوا كنتوا بتمسكوها لي من الاول. فهي بتحس وقتها ان الموضوع بقى بيخرج عن السيطره، وبتمسك جهاز اللاسلكي اللي معاها وبتصرخ بسرعه تقول له الحقوا معاه مسدس حقيقي، الحقوا بسرعه العمليه بتفشل، معاه مسدس حقيقي. تكلم نيكولاس وتحاول تهديه وتقول له اللي احنا عم بنعمله ده كله تمثيل، مفيش حد مات ومفيش رصاص حقيقي. بيقول لها مفيش حد مات ايه؟ انا لسه شايف بعيني الناس تحت ماتوا لما الامن فتح عليهم نار. قالت له كل ده تمثيل، كل الطلقات اللي انت شفتها من اول اللعبه دي كلها مش حقيقيه، ومفيش مسدس اصلا كان مع حد فينا حقيقي. وبتفضل تصرخ في الجهاز اللاسلكي اللي معاها بتقول له بسرعه خشوا معاه مسدس حقيقي هيقتلنا او هيقتل حد فيكم. وبتقول له اخوك اصلا معانا، اخوك هيفتح الباب اهو. وفعلا بيفتحوا الباب واخوه بيدخل اول واحد، هو ماسك ازازه شمبانيا وبيقعدوا يسقفوا ويقولوا عيد ميلاد سعيد. لكن نيكولاس من شده الصدمه ومن غير ما بيفكر بيرفع المسدس وبيضرب اخوه طلقه على طول. فكلهم بيسكتوا وهم مصدومين، حتى الناس اللي شافهم ماتوا من دقايق كانوا موجودين اصلا جنب اخوه دلوقتي، وكل الناس بيجروا على اخوه وبيقعدوا يقولوا ايه اللي حصل؟ ده مات. فعلا بيتاكدوا ان هو مات. نيكولاس ساعتها بيقف في مكانه مش مصدق ان هو قتل اخوه بايده. كل الاحداث اللي عاشها والخوف والضغط النفسي اللي حصل له كله طلع عليه مره واحده وبقى بينهار. واخيرا بياخد القرار اللي هو كان بيحضر له من الاول اصلا، ويبدا يمشي لحد ما يوصل لحافه المبنى اللي واقف عليه. بيبص لتحت وبيفتكر ابوه اللي نهى حياته بنفس الطريقه دي، وحتى كمان كانوا في نفس السن ده وكان في عيد ميلاده بنفس السن، ومن غير ما يقول ولا كلمه بيرمي نفسه من فوق المبنى بنفس الطريقه اللي ابوه عملها. بس بيقع وبيكسر ازاز كتير لحد ما بيقع جوه المبنى نفسه من تحت، وبيقع على بالونه كبيره جدا عملاقه، وناس بتجري عليه كتير وبيقوموه، وبيلاقي كل الناس اللي قرايبه ومطلقته وكل الناس حواليه وبيقعدوا يسقفوا، وبيلاقي اخوه جاي بيقول له انا ما متش، وبيقرب منه بيقول له مبروك انت نجحت في اللعبه وكل سنه وانت طيب. وبيشرح له اللي حصل له ده كان متخطط له من البدايه، والهدف منه ان هو يواجه اكبر مخاوفه ويعيش نفس اللحظه اللي عاشها ابوه، لكن المره دي هو اللي اختار الحياه بدل الموت. وبعدها كل الممثلين الموظفين اللي شاركوا في اللعبه بيتجمعوا حواليه وبيحتفلوا بعيد ميلاده، ونيكولاس اللي هتشوفه اول مره من بدايه الفيلم هو بيضحك ومبسوط باللي حصل ده، وحتى بيروح وبيشكر طليقته وبيشكر كل الناس اللي حاسس ان هو ظلمهم قبل كده. ولما بيسال على كريستين بيقول انها خلاص بقى مشت دلوقتي، بس هو بيجري وراها وبيروح يشكرها وبيقول لها ان احنا ممكن نخرج. فبتقول له انا هروح دلوقتي المطار او كده، قال لها عادي نروح نشرب قهوه في المطار مفيش مشكله. والفيلم بيخلص على كده. فانا دلوقتي عايز ادردش معاك شويه. في ناس مقتنعه ان الفيلم ده جميل جدا لحد البلوت توست، انهم شايفين ان البلوت توست بايخه او مش مفهومه قوي، بس انا افضفض معاك شويه واقول لك اللي انا حسيته واللي قد ايه فعلا هي منطقيه. لان نيكولاس من اول فيلم كان عايش بس مش عايش، يعني كان غني وناجح وعنده سلطه، لكن عنده فقدان اللي هو الاحساس بالحياه. من بعد ما هو شاف ابوه نهى حياته قدامه هو بنى حوالين نفسه سور كبير، وبقى بيخاف يثق في اي حد، وقطع علاقته باخوه وطليقته، وبقى شايف كل حاجه بالارقام والشغل وبس. فاخوه لما عملوا اللعبه دي كان هدفها انها تكسر السور ده، عشان كده خدوا منه كل حاجه بالتدريج، فلوسه، منصبه، بيته، ثقته في الناس، وحتى احساسه بالامان. ولما خسر كل الحاجات دي لاول مره عرف قيمه ابسط الحاجات اللي كان معتبرها مضمونه، اللي هو الاكل، الامان، الناس اللي بتحبه، وحتى حياته نفسها. ولما ضرب النار على اخوه وفكر ان هو خلاص كده قتله، حس بنفس الاحساس او وصل له نفس الاحساس اللي ممكن يكون ابوه حسه قبل ما يموت نفسه، اللي هو الندم واليأس. ولما هو قرر يرمي نفسه كان مستسلم تماما، لكن هو بقى على عكس ابوه لما وقع على البالونه اللي هي الكبيره دي هو اتولد من جديد. عشان كده اول حاجه عملها بعد ما قام حضن اخوه وشكر الناس، وحتى طلب من كريستين تخرج معاه. الراجل اللي كان مستحيل يثق في اي حد او يعبر مشاعره بقى شخص مختلف تماما، وبقى بيطلب من مجرد بنت دوبلير او واحده عاديه جدا من عامه الشعب انها تخرج معاه، وحتى لو هيشربوا فنجانين قهوه في المطار. فهنا الفيلم بقى في نهايته او المخرج ديفيد فينشر في نهايه الفيلم بيسالك سؤال: لو انت فقدت كل حاجه في حياتك ايه هي الحاجه اللي هتكتشف انها كانت فعلا مهمه؟ فساعات الانسان ما بيحسش بقيمه حياته الا لما يحس ان هو خلاص قرب ان هو يخسرها، فبيبقى متمسك بيها ويحس فعلا بقيمتها. فيعني في النهايه اللعبه او اخوه ما كانش هدفهم ان هم يدمروا نيكولاس، كان هدفهم ان هم يموتوه نفسيا عشان يقدر يتولد من جديد كشخص احسن. وده السبب ان الفيلم اسمه ذا جيم، لان اللعبه الحقيقه ما كانتش ضد الشركه، كانت ضد شخصيه نيكولاس القديمه. وبس كده عايز اسمع رايكم، وعايز اعرف هل انتوا كنتوا فاكرين النهايه ازاي، او انتوا حللتوا النهايه ازاي. ولو الفيديو عجبك او الفيلم عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب. وبس كده، سلام.